فيلمنا بيبدأ من مئات السنين في كوريا القديم. زمان بقى كان في مخلوقات وخرافات، واحنا هنحكي لكم عليها النهاردة. أمير صغير بيلعب في الشارع وفجأة بيلاقي حجر غريب بيلمع، وطبعا زي أي طفل بيلقطه ويجري بيه لأهله. المشكلة بقى إن الحجر دوت مش مجرد حجر لا سمح الله، ده هو اليو ييجو اللي هو جوهرة التنين اللي بتدخل صاحبها في مغامرات مش طبيعية خالص، وعمرها ما تجيب غير العقد معاها. جوهرة التنين دي تم اختيارها من الآلهة اللي اسمها أوما عشان تكون المفتاح اللي يحول أي شخص لتنين سماوي، وطبعا كل الكائنات الخارقة عايزاها عشان يكتسبوا القوة ديت. الأمير لما كبر بقت مسؤوليته إنه يحافظ على الجوهرة دي بحياته، وطبعا كان في شاب قوي وجميل اسمه هارم بيعشق الأميرة اللي اسمها نارن اللي هي المسؤولة عن الجوهرة، والتنين الشرير اللي اسمه أوموجي بقاله سنين عمال يدور على الجوهرة دي علشان يتحول لتنين سماوي ويدمر كل حاجة حواليه، لدرجة انه باعت جيشه من الزواحف والحشرات السامة علشان يخطف الأميرة دي وياخد منها الجوهرة بالقوة. هارم طبعا ضرب فيهم ضرب نار، بس للأسف الأعداد كانت كبيرة لدرجة انه مهما كان بطل ففي النهاية بينهار. والمرعب بقى من كل دوت ان ايموجي ده مش مجرد تنين سماوي عادي، ده أفعى عملاقة طولها خيالي وبترعب كل اللي بيشوفها، وهي طبعا مش قادرة توصل للجوهرة لوحدها عشان الآلهة حطت لعنة ان الجوهرة ديت ما تاخدهاش غير بنت من نسل الأميرة نارين. فأيوة طبعا كده الموضوع بقى معقد أكتر، وعشان نفهم مين البنت ديت أصلا وإزاي نقدر نلاقيها في آلاف السنين اللي جايين خلينا نجيب التفاصيل من الأول خالص. بس قبلها ما تنسوش تعملوا فولو على الفيسبوك، ودي صفحتي، وبعتولي مسوا عليا قولولي ازيك يا أبو طه. ويلا بينا نروح للفيلم. بتبدأ الحكاية مع صحفي اسمه إيثان، واحنا موجودين في لوس أنجلوس دلوقتي. الراجل طول الوقت عنده كوابيس واحلام غريبة عن تنانين ووحوش وجوهرة بتلمع. طبعا هو مش فاهم اي حاجة، وكل شوية بيصحى بالعافية وفي وشه بيكون مرعوب وعلامات الرعب موجودة. والراجل ده كان في طفولته وشاف حاجة غريبة في كوريا، ولسه الذكريات عمالة بتلاحقه لحد النهاردة. وفجأة بيجيله مكالمة من دكتور عجوز اسمه ويستون وبيقول له الحقني يا ابني عشان عندي حاجة مهمة قوي عايز اوريها لك قبل ما اموت. وايسن طبعا مش عارف يرفض عشان الدكتور دوت كان صاحبه من زمان واستاذه في الجامعة، فركب عربيته وراح له على طول عشان يفهم ايه الحكاية. الدكتور ويستون لما ايسن دخل عنده لقاه نايم على السرير وصحته تعبانة قوي، وطبعا سرير المستشفى مش احسن حاجة في الدنيا، بس الراجل مستني ايسن عشان يموت وهو مطمن انه سلمه الرسالة المطلوبة. الدكتور طلع من تحت المخدة صندوق صغير وقام مديه لايسن وقال له افتحه بكرة مش النهاردة، وبلاش تفتحه دلوقتي خالص. طبعا ايسن مش مستني كتير وفضل يسأله وايه ده ومين انا اصلا وليه انا بالذات، بس الدكتور فضل يغمغم بحاجات مش مفهومة عن تنين وافعى وجوهرة ومخلوقات هتخرج من جوف الارض. وايسن فضل قاعد حيران مش فاهم ومش عارف يقول اي حاجة. وللأسف الدكتور ويستون بيموت بعدها على طول. ايسن بقى مع الصندوق وقعد يسأل نفسه سؤال واحد بس، انا هعمل ايه دلوقتي؟ وطبعا ايسن ما قدرش يستنى لبكره، واول ما رجع البيت فتح الصندوق طلع فيه جلد قديم مرسوم عليه خريطه الجوهره وجنبها كتابه بالكوري القديم اتكتبت ان اللي يمسك الجوهره دي هيتحكم في العالم. طبعا ايسن حس ان ده كلام فاضي وان الدكتور كان بيهلس قبل ما يموت، لكن حاجه جواه بتقول له ان كل اللي انت شايفه ده حقيقي. ومن ناحيه تانية بنشوف بنت شابه جميله اسمها ساره وهي قاعده في القهوه، وفجاه حست بحاجه غريبه جواها وطلعت تجري في الشارع كأن في حاجه عماله بتنادلها. وده طبعا مش كلام فاضي لا سمح الله، لان ساره ديت هي نفسها اللي في احلام ايسن، وهي نفسها اميره كوريا القديمه اللي اتخطفت من زمان يعني. ومعناه ايه ده بقى؟ يعني ساره هي تناسخ روح الاميره اللي القديمه اللي اسمها نارن، والجوهره بتنادي عليها طول عمرها من غير ما تفهم هي مين ولا ايه اللي بيحصل معاها. وطبعا ساره مش فاهمه هي رايحه فين وبتجري ليه اساسا، لكنها فضلت تجري لحد ما وصلت عند تمثال تنين. وفي اللحظه دي حست ان الدنيا وقفت حواليها والجوهره اللي في رقبتها بدات تلمع من غير ميعاد. وبالصدفه بقى ايسن كان في نفس المنطقه وماشي ورا الخريطه اللي الدكتور ويستون اداها له قبل ما يموت، وفجاه شاف ساره واقفه قدام التمثال وعينيها بتلمع من غير مقدمات ولا اي كلام. حس انه عارفها من زمان رغم ان اول مره يشوفها في حياته. طبعا ده مشهد غريب قوي، بس احنا عارفين ان ده حقيقي لان ارواحهم مرتبطه ببعض من الاف السنين، من ايام هارم ونارن
بس ايسن مش عارف كل ده، هو بس حاسس ان البنت دي مهمة وكل اللي بيحصل حواليه مش صدف. طبعا في نفس الوقت بقى الوحوش اللي تبع ايموجي عمالة بتراقب اي حد له علاقة بالجوهرة دي، ومن ضمنهم سارة، لدرجة انهم بدأوا يخرجوا من المجاري وبقوا في الشوارع بتاعت لوس انجلوس بالليل وهم عمالين يشموا ريحة الجوهرة في الهواء. وخلي بالك بقى احنا مش بنتكلم عن قطط وكلاب، لا ده بنتكلم على زواحف عملاقة ملهاش شكل ولا اصل في الدنيا دي، حاجة كده شبه الافاعي وعاملة زي الحرابي والسحالي، وكلهم اتجمعوا في كيان واحد مرعب. اول ما الليل بقى ضلمة خلاص بقوا في كل حتة حوالين ايسن وسارة، والاتنين مش فاهمين ومش عارفين المصيبة اللي رايحين فيها. ومن ناحية تانية ايسن عمل اللي اي حد في مكانه يعمله بالظبط، راح لدكتور تاني عنده خبرة في الحاجات دي، دكتور اسمه كيرين، راجل عجوز وفاهم في الاساطير الكورية القديمة، وقعد يحكي له حكاية التنين السماوي وايموجي والجوهرة من الاول خالص. قال له ان الجوهرة دي مش مجرد حجر كريم لا سمح الله، ده سلاح خطير قوي واي كائن يمسكها يتحول لشيء مش طبيعي. المشكلة بقى ان الجوهرة محتاجة صاحبه القديم الاصلي اللي هو الاميرة نارلين اللي هي في حياتها الحالية بقت سارة. يعني من غير سارة الجوهرة مش هتفيد ولا هتضر وبتكون مجرد حجر عادي، بس لو سارة لمستها في الوقت المناسب هتتحول لتنين سماوي حقيقي وتقضي على ايموجي للابد. طبعا في اللحظة دي ايسن كان مش مصدق نفسه وقاعد مذهول من الصدمة، وقاعد يقول انا مالي باللي كان بيحصل من الاف السنين، وانا اصلا عندي حياتي ودنيتي. بس الدكتور كيرين قال له ان مش اختيارك يا ابني، انت اختارك القدر من زمان، وكل اللي انت شايفه ده كان لازم يحصل في الميعاد دوت بالظبط. وطبعا في الوقت ده سارة بدأت تحس ان حاجة غريبة بتحصل في جسمها، لدرجة انها كل ما تقرب من منطقة فيها تاريخ قديم بتحس بدوخة وبتشوف وميض قدامها. وفي يوم وهي قاعدة في بيتها لقيت جلد قديم تحت السرير من غير ما تعرف هو جه منين ولا مين اللي حطه هناك. الجلد ده كان عليه نفس رسوم التنين اللي ايسن شافها. طبعا حست انها هتتجنن وحست ان في حاجة بتحركها من غير ما تشوف هي مين، بس للأسف هي ما كانتش عارفة ان العيون اللي بتتفرج عليها من البلاعة بقت قريبة أوي لدرجة ان الزواحف الصغيرة بدأت تخرج من الحمام ومن المطبخ ومن تحت السرير. يعني البنت عايشة في رعب وهي مش حاسة اصلا. ومن ناحية تانية ايموجي نفسه بقى حاسس ان الجوهرة قربت منه اكتر من اي وقت قبل كده، لدرجة انه بدأ يتحرك من مخبأ جوه في الارض، وبسبب حركته ديت الارض بدأت تتراج في كل حتة في لوس انجلوس، والناس فكرتها زلزال. لكن احنا عارفين انها بداية النهاية. لما ايسن عرف ان سارة في خطر ما اتضايقش ولا استنى، هو راح على طول عندها عشان يحميها ويفهمها ايه اللي بيحصل حواليها. وطبعا سارة فكرته مجنون اول لما قال لها انها اميرة من الاف السنين وان في افعى عملاقة عايزة تقتلها عشان تاخد منها الجوهرة، وقالت له ايه الهبل ده، وقعدت تضحك وتتريق عليه وقالت له انت اكيد بتستهبل ومحتاج دكتور نفسي. بس في اللحظة دي بالظبط حسوا ان الارض بتتحرك تحتهم وان في حاجة كبيرة بتطلع من بطن الارض، وطلعوا يجروا في الشارع لقوا كل الناس بتجري في كل اتجاه والوشوش كلها مرعوبة. وطبعا مشهد زي دوت ما يتوصف، افعى عملاقة لونها اسود زي الليل طالعة من وسط الشارع وبتدمر كل حاجة في طريقها. ايسن مسك ايد سارة وجريوا واستخبوا في عربية قريبة منهم، وساعتها بدأت المعركة الحقيقية اللي كلنا مستنيينها. والمرعب بقى ان ايموجي مش جاي لوحده لا سمح الله، ده معاه جيش من الزواحف، وفي منهم اللي بيطير وفي منهم اللي بيفترس كل حاجة قدامه. ولوس انجلوس بكرة هتصحى على حاجة مش هتصدقها. ايسن وسارة قعدوا في العربية وهما بيحاولوا يفكوا الخريطة اللي معاهم عشان يعرفوا الجوهرة محتاجة تترمى فين بالظبط وازاي يتخلصوا منها. والمقرف بقى ان الخريطة مش واضحة وعليها نقاط بالكور القديم، والوقت ضيق قوي عشان محدش يشوفهم، لدرجة ان العربية بدأت تتطبق من كتر ما الوحوش بدأت تضرب فيها. ايسن ضغط على البنزين وفضل يلف في شوارع لوس انجلوس والوحوش عمالة تجري وراه في كل حتة. وطبعا الناس اللي في الشارع مش مصدقة اللي بيحصل، والاخبار على طول بتقول ان ده ارهاب او ان ده فيلم بيعملوه في هوليوود، لكن الحقيقة اللي عرفوها بعدين كانت اصعب من الخيال بكتير. وفي وسط الكلام دوت ايسن اكتشف حاجة، ان الجوهرة مش هتندمج مع اي حد غير في مكان معين اسمه معبد التنين. والمعبد ده موجود في جزيرة نائية وكان زمان مكان مخصص لاختيار الاميرة نارلين، وللاسف المعبد دوت على بعد الاف الاميال من لوس انجلوس. يعني ايسن محتاج يوصل سارة لمعبد التنين قبل ما الوحوش تفترسهم، والطريق كله مليان افاعي وايموجي حاطط عيونه عليهم في كل مكان. وايموجي طبعا مش غبي، هو حاسس ان الجوهرة بتقرب
تقرب من مكان معين، فأمر الزواحف اللي تحت الأرض إنها تحفر وتطلع في كل حتة عشان تقفل عليهم الطريق. ومن ناحية تانية الدكاترة اللي كانوا مع إيسن من الأول بدأوا يفقدوا الأمل ويحاولوا يساعدوه عن بعد من غير ما يقدروا يتحركوا. طيب نيجي بقى لسارة. البنت ما كانتش فاهمة حاجة من اللي بيحصل ولا حتى مصدقة إن هي نفس الأميرة اللي موجودة في الحكايات القديمة، لكن كل ما الجوهرة تلمع أكتر وتقرب منها كل ما الذكريات ترجع لها شوية بشوية. وفي مشهد عبقري بقى سارة في وسط الهجوم الكبير وبتقف قدام تمثال التنين اللي في وسط المدينة وتبصله كأنها شافته قبل كده في الحلم. وفي اللحظة دي الجوهرة بتلمع وتطير من رقبتها وتتحط في راس التمثال، والعالم كله بيحصل له نور كبير، والتمثال بدأ يتحرك ويتحول لتنين حقيقي من لحم ودم. والناس اللي حواليه اتجننت طبعا. التنين دوت هو حارس الجوهرة القديم، وطلع عشان يحمي الأميرة من أموجي والأفعى العملاقة. وده بقى وقت المواجهة الحقيقية. جيش الوحوش كلهم اتجمعوا حوالين سارة وإيسن وبدأوا يدخلوا في معركة مع التنين الحارس. طبعا التنين الحارس ده جامد قوي، وأول ما يطير في السماء ضرب نار على كل الزواحف وقلب لوس أنجلوس فجأة بقت ساحة حرب بين التنين الحارس وبين جيش أموجي. والناس في البيوت قفلت على نفسها ومحدش كان عارف ايه الصح والغلط. واللي يزود الطين بلة ان أموجي نفسه لسه ما طلعش من جوف الأرض، كل اللي بنشوفه ده مجرد جنوده، يعني المصيبة لسه في أولها. طيب نيجي بقى لصلب الموضوع. إيسن عرف من الدكتور كيرن ان الحل الوحيد ان سارة لازم توصل لمعبد التنين في الجزيرة لوحدها وتدخل الجوهرة في المكان المخصص عشان تتحول هي لتنين سماوي وتقضي على أموجي للأبد. لكن للأسف هي مش هتقدر تعمل كده لوحدها، ومحتاجة حد من نسل هارم عشان يحميها في الرحلة ويساعدها تكمل. طبعا محدش عارف إيسن وإن هو أصلا من نسل هارم ولا لأ، لكن كل الأحداث والأحلام اللي عنده بتثبت إنه فعلا هو هارم، أو على الأقل روحه اللي متجسدة في جسد إيسن. وهنا إيسن قرر إنه مش هيسيب سارة في إيد الوحوش ديت ويروح معاه للجزيرة حتى لو كلفوا حياته. وطبعا زي ما انتوا عارفين يا جماعة مش هيموت لأنه بطل الفيلم. لكن المهم بقى إزاي يوصلوا للجزيرة دي، والفوضى اللي في الشارع والمطارات مقفولة والجيش كله في حالة استنفار. جيش أمريكا نفسه مش فاهم إيه اللي بيحصل، وهل ده هجوم من دولة تانية ولا مخلوقات من كوكب تاني ولا غزو فضائي. وفرقاطة من البحرية الأمريكية كانت في المينا، ولما شافوا التنين طار في السماء قرروا إنهم يضربوا كل حاجة وبدأوا يضربوا صواريخ على التنين الحارس والزواحف كلها من غير ما يفرقوا بين صح وغلط. وطبعا الموضوع زاد صعوبة لأن دلوقتي إيسن وسارة مش بس بيهربوا من أموجي، ده كمان بيهربوا من الجيش الأمريكي اللي بيضرب في كل حاجة بطيارة. المهم إيسن قدر يسرع بالعربية اللي سايقها واللي هي أصلا مسروقة الله يكسفه، ويوصل سارة لمينا صغيرة واللي لقوا فيها مركب صغير يودهم للجزيرة. وركبوا المركب ولسه طالعين لداخل البحر لقوا أموجي طالع قدامهم من جوف المية. يعني الوحش ده مش سايب حتة في الدنيا إلا وطلع منها. وطبعا إيسن عمل مناورة بالمركب وقام واخذ أموجي بالمركب عشان يضربوه يعدوا، والمركب غالبا كان هيتكسر بيهم لكن قدروا يعدوا بالعافية. وأول ما وصلوا الجزيرة ساعة ما الجوهرة بدأت تتفاعل مع المكان وبدأت سارة تحس إنها مش في جسمها خالص وكأن روحها طلع منها ودخلت في قلب الجوهرة. وفي اللحظة دي سارة عرفت كل حاجة، عرفت هي مين وكانت أصلها إيه ومن هارلم وإيه اللي حصل في حياتها القديمة. حتى عرفت إن إيسن في حياته القديمة كان هارلم وإنه ضحى بحياته عشانها زمان برضه، وحست بالذنب. وكل المشاعر دي جت لها مرة واحدة، بس ما كانش في وقت للعواطف لأنه أموجي طلع من البحر وبدأ يهاجم الجزيرة بكل قوته. والوحش ده حجمه خيالي لدرجة إن الجزيرة نفسها بدأت تغرق من كتر ما هو تقيل عليها. وأول ما أموجي فتح بقه وبدأ يطلع نار بقى الوقت ضيق قوي وما كانش فاضل غير إن سارة تمسك الجوهرة وتحطها في المكان اللي هي المفروض تحطها فيه. وآخر حاجة بقى في فيلمنا بنوصل للمشهد اللي كلنا مستنيينه من الأول. سارة مسكت الجوهرة ووقفت في نص معبد التنين والجوهرة دي بتكبر في إيديها وبتلمع لمعان مش طبيعي. وفجأة سارة نفسها بدأت تتحول، مش مجرد بنت عادية لا سمح الله، لا ده بقت كائن نوراني.
وجواها طاقة مخليها جسمها كله شكله يلمع، وقامت طارت في السماء وبدأ شكلها يتغير وتحولت لتنين سماوي ضخم لونه أبيض وكل حتة فيه بتلمع. طبعا ايموجي شاف المنظر دوت واتجنن، ده طول عمره عايز يبقى هو اللي يتحول لتنين سماوي مش هي اللي جت وخدت مكانه في ثانية. فبدأ يهاجمها بكل قوته، والأفعال العملاقة السوداء بقت في مواجهة التنين الأبيض السماوي، ومشهد بقى ولا في الخيال، والتنانين اتخبطت في السماء فوق المحيط الهادي، والناس في لوس أنجلوس كلها بتتفرج على المشهد وهم مش مصدقين عيونهم. وبدأت حاجات غريبة تحصل بسبب الضرب، وبقى في نار ورياح وزلازل وكل حاجة بتحصل في وقت واحد. وايموجي عمال بيحاول يلف حوالين التنين الأبيض ويخنقه بجسمه الطويل، بس التنين الأبيض فضل يقاوم ويضرب فيه بنار نازلة من السماء. طبعا ايموجي مش غبي وعارف ان الجوهرة هي مصدر قوة التنين الأبيض، فركز كل هجومه على رقبتها عشان يقطع الجوهرة منها. وفي لحظة كده قدر ايموجي يلف حوالين رقبتها ويضغط جامد لدرجة ان الجوهرة كانت هتطلع من مكانها. لكن ايسن اللي كان واقف تحت بيتفرج على المعركة اللي بتحصل حس بحاجة غريبة، حس بحاجة بتصرخ جواه زي صوت من الماضي بيقول له انه لازم يعمل حاجة. ايسن مسك سيف من اللي كانوا موجودين في المعبد وطلع يجري ناحية ايموجي، وهو قاعد يبص له وبيلاقيه عمال بيكبر وبيكبر كل ما يقرب منه. وطبعا لو اي حد شافه كان هيقول انه مجنون، لكنه واثق في نفسه وعارف ان ده دوره من زمان. وفي اللحظة اللي ايموجي كان مركز طاقته مع التنين الابيض بالكامل، ايسن قام نطت من فوق صخرة عالية وضرب ايموجي في نقطة ضعفه اللي هي تحت رقبته بالظبط. ايموجي صرخ صرخة هزت الارض كلها وخففت الضغط على التنين الابيض. التنين الابيض استغل الفرصة وضرب ايموجي بكل طاقته النورانية، وفي نفس اللحظة ديت بنلاقي ايموجي بدأ ينهار ويتراجع وبدأ ينزل تحت الارض لحد ما اختفى في جوف الارض من تاني للابد. والمشهد ده كله والتنين الابيض بيحلق في السماء وهو منتصر. واول لما خلصت المعركة سارة رجعت لشكلها الطبيعي وكانت واقفة قدام ايسن على الجزيرة، بصت له في عينيه وبدأت تفتكر كل حاجة، كل الذكريات رجعت وكل المشاعر اللي كانت مدفونة من آلاف السنين صحيت تاني. وهما الاتنين مش مجرد ايسن وسارة في الوقت الحالي، لا ده هما دول هارلم ونارلين اللي اتحطوا في الجسد دوت عشان يكملوا اللي بدأوه من قديم الزمان. وطبعا مش هقول لكم منهم عاشوا في سعادة للأبد، لكن اللي حصل ان الجوهرة اتحطت في مكانها وقاموا مكسرينها وما بقاش في اي حد يقدر يستخدمها تاني. وايموجي اختفى وما عادش ليه اي اثر، ولوس انجلس رجعت لطبيعتها، والناس فضلت طول عمرها مش مصدقه اللي حصل. والفيديو ده سجله ابو طه، ده اللي هو انا يعني. والسلام عليكم. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وقول لنا رايك في كومنت. يلا باي.